الله الرحمن الرحيم. في قناة أنجلو أمريكانية في لونجلتير تابع BBC، هو حتى تابع BBC، جابوا سياسي رجل أعمال يقول اللي الدين الإسلامي هو بدع وخرافات، واللي يلزم العالم يعرف حقيقة الدين الإسلامي ويعرف اللي كانوا المتدينين والمسلمين هم في حد ذاتهم بدعة وخرافة. هذا اسمه لويس ليون. يا متخلف نقولوا لك اللي شريعة الإسلام راهي كاملة، واللي شريعة الإسلام لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، ولم يمت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بين جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، ولا خلاف في ذلك عند أهل السنة. يا متخلف وما نجمش نردوا عليك بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نجمش نردوا عليك قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. معليش، على خاطر قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر من عقلك. أما مش نردوا عليك فكر مسلم حكاية لا حول ولا قوة عنه، هذا هو باش نردوا عليك. كتاب والسنة أكبر من عقلك يا خامش يا متخلف. في جاهل الدين الإسلامي هو الدين موجود الدين الوحيد اللي ينتشر فيه البدع المتخلف، وذاع عنه المعاد يا متخلف. البدع دخلت في كل دين باش بمرور الزمن، لكن شنو هو لكن الفرق بين البدع الداخله على الإسلام والبدع اللي دخلت في الديانات كما المسيحيه بتاعتهم واليهوديه بتاعتهم ثم فرق كبير. والفرق هذايا كما تبعد الشمس على القمر، ولا كما يبعد الشرق على الغرب. يا جاهل صحيح فما بدع في الاسلام، اما بعيده عن البدع اللي عندكم في اوروبا وامريكا وانجلترا والمسيحيه المتمدنه، المسيحيه المتمدنه بدع وخرافات لا تعد ولا تحصى الى وقتنا هذا. هي متخلف. في ثم عندنا الاعتقاد بربوبيه المسيح. شوف معليش احنا البدع هذه مش نسميها، انتم عندكم اعتقاد بربوبيه المسيح، وعندكم ان مريم ام الاله، وعندكم الركوع امام الايقونه، وعندكم تعليم الصليب تبرع، وعندكم رسم الصليب على الصدر تعاقد، وعندكم اللي تعملوا فيه انتم في حفلات الزواج بتاعكم واللي حابينها كونها من مراسيم الدين. وعندكم في الجنائز يا رسول الله وفي الكنائس بتاعكم طيبوا الدخول يا متخلف. وعندكم بيانية اللي يرجع فيك بدعة ما عندناش منها جنة. عندكم الاعتراف بالذنوب أمام القسيس. علاش؟ مش ربي مش يغفرها، مش يغفرها القسيس، نحن نقولوا الاعتراف بالذنوب أمام القسيس ليغفرها لهم يا متخلف يا جاهل. عندكم إنارة الشموع أمام صور القديسين، تقديس تحط الشمعة قدامك يا متخلف. وعندكم شرب الخمور في الأعياد على أساس الدين بدع يا متخلف. نحن حتى كان يشرب الخمر يقول لك شمتين، يقول لك حرام، يعرف اللي حرام يقول لك ربي يهدين ولا ربي يتوب عليه ولا ربي يعفو به. وعندكم حاجات مما أنتم أدرى بها مني أنا ولا المسلمين يتخلف. هذا كل اللي عندكم يا متخلف. هذا شفتوا يا مسلمين كيفاش حتالة من هذايا حتالة الأرض نحن نسموها، مش حتى حتالة يستولوا على الإسلام ويستولوا على المسلمين ويستولوا على الدين من جملة واحدة. في هم السنية السنية هم في حد ذاتهم اللي يزوروا البلدان الإسلامية. طبعا ما زال على ذلك أي سيح يزور البلدان الإسلامية
يشوفوا اللي فما بيدعموا معاه يشوفوا يعرفوا شيء هذا فهمت وكيف يرجعوا هذا لو يعني صارت برشا مرات الحاجة في الحالة كيف يرجعوا البلدانهم شنو يقولوا؟ يقولوا عندهم بتاع وخرافات فهمت وعندهم معاصي فهمت هو الإسلام هو الدين هو اللي يقول بها فهمت وفي نفس الوقت يعني نحن يجينا يبقوا بمعاصي وبدع وخرافات يرجعوا لبلدانهم ويقولوا راهم عندهم هم بدع ومعاصي وخرافات اما راهو الدين تاعهم الاسلام هو اللي يقول به فهمت ويبداوا يطعنوا فينا نحن المسلمين ندعوا في الاسلام يقولوا هذا عنده الدين نص الكتاب ينص على البدع والخرافات هم يقولوها والله فهمت وهم يصيروا اللي البدع والخرافات هم الغرب واعداء الاسلام يساووا البدع والخرافات هي في حد ذاتها هي عقائد ومراثيم دينيه عندهم هي عقيده عندهم كان احنا اعمال هكذا تعيش هي عقيده عندهم هم يساووا العقيده هذه هم في الحقيقه راهم ما يساويش هم متناسين يتناسوا فيها هم هاو القاعدين يضربوا به الكل فيهم ذلك تشجع واحد على اساس هذه السياسي وهذه رجل اعمال من راس ماليه كما نقول نحن يدعى في الدين يدعى في الاسلام يا خامس ليش في ممكن تحت تنظري ليش يقول يقول نحن اقل واحد عندنا اليمين في المسلمين يقول ما قراش جمله وقدامه تشوف باش يرد عليك يا خامس ونحن لا نعرفوش الشيء هذا انت جبت تحكي لي هذا بالحين فهمت اما نحن نعرفوها اللي حرب عقائديه وقاعدين نحاربوا في الاسلام فهمت اما هذا ما تعد يا ولد طيب ثم رجال ان شاء الله وقفوا هم ناس وقفوا المسلمين جندوا اغلبهم كافوا اللي مسلمون تحبوا تحاربوا ديننا وتحاربوا اسلامنا لكن يا حسره قبل ما تحطوش شكون يتصدوا فهمت اما تو باذن الله باش نتصدوا لكم نحن هو اللي باش يعاونكم من الحكومات هذا باش نتصدوا لكم فهمت يمشي قد ويحافظ على الدين ويقولوا الدوله الخضار وكذا فهمت لا باش يتابعوا حكم فهمت لا نخاف ولا نفكر ولا شو هذا يا ولدي هذا شوف هذا موتنا بالفقر ولا بالجوع ما نقولش بالفقر ولا بالجوع الله هو الرزق يا ولدي نحكي حاجه هذيك بدها في عقيدتنا فهمت اول حاجه نبين لك اللي له البدع والخلافات اللي عامله يا جاهل فهمت ما تجي شيء يا ولدي انتم البدع والخلافات هي عقيده عندنا نحن مش عقيده عندنا البدع والخلافات لله الحمد نحن أعمال هكذا الاستعمار والجهل والبعد شوية عدين هو اللي خلفها أما نحن توريه وتقول له راي بدعة وخرافة هذيك وراي هيك تضرب دينك وتضرب انت إسلامك يخليها أما أنتم ما تخلوش أنتم أنتم متشكين فيها ولله الحمد فهمت وإن شاء الله نحن ما حبوش نرد عليك لا في كتاب وسنة كيف حبوا نرد عليك هكذا المفهوم عادي بتاع مسلم بسيط فهمت وكان عندك ريحة ثانية 10 فهمت عالم الخير كذب وهدي وأوروبا والمسيحية بتاعت نتحارب مش الدين المسيحي نحن نقدر الدين المسيحي ونقدر الدين الناس الكل ونقدر الكتب الكل ونبنوا بالرسل الكل والكتب الكل والأديان الكل يبكي على همك يا متخلف الدين هذاك الدين سيدك يا متخلف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته